السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا ومرحبا بكم فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد البريوش ديال الشهده، كتجي غزاله واكيد ان شاء الله غادي تعجبكم وتنال رضاكم. عجينتها خفيفه واقتصاديه والمقادير متوفره في كل بيت. غادي نحتاجوا لها ان شاء الله. هنايا عندي بيضه واحده، عندي هنا 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده، 2 معالق كبار ديال حليب وبرا. اللي ما عندوش يعوضوا بجوج بكاس ديال الحليب اولا 2 كيسان ديال الحليب، ومعلقه كبيره ونص ديال خميره ديال العجين، الملح حسب الذوق، معلقه كبيره ديال الزبده، نص كاس ديال زيت المائده، واحد الفاني وخماره حمراء، و500 غرام ديال الدقيق الابيض. وبطبيعه الحال عندنا واحد 2 كيسان ديال الماء دافي. على بركه الله غادي ندوزو لطريقه التحضير. غادي ناخذ واحد 2 كيسان د الماء دافي، غادي نضيف سكر سنيده، الفاني، الخميره، الحليب، صافي. غادي نخلط هاد العناصر مزيان، ونضيف واحد قياس واحد الكاس ديال الطحين، بطبيعه الحال يكون مغربل. صافي، ونخلط هادشي مزيان. صافي، ونغطي عليه مزيان حتى يضاعف الحجم ديالو، ونرجع معكم باذن الله. من بعد ما طلعت الخميره في هذا الخليط كما كتشوفوا خصو ضروري يجي بحال هكذا باش يجيكم زوين. صافي، كندير ديك نصف كاس ديال الزيت، الملحه حسب الذوق، بيضه كامله، خميره حمراء، بطبيعه الحال غنبقى ندير الدقيق بشويه بشويه وانا كنعجن هذا الخليط. غادي نخلط بعدا غير باليد، عاد غادي نديها للعجانه تدلك. هاد الزبده ما غاديش نديرها دابا حتى نجمع العجين، عاد ندلكها بهاد الزبده ونرجع معكم باش نوريكم القوام ديال العجين كتيجي. صافي، من بعد ما دلكت العجين كما كتشوفوا كتجي على هاد الشكل هذا. ضروري ترخيو ليها شويه العجينه باش تجيكم الشهده رطبه وخفيفه. صافي، غادي نغطي عليها ونخليها حتى يضاعف الحجم ديالها. من بعد ما خمرت العجين كما كتشوفوا كيضاعف الحجم ديالها. صافي، غادي ندهن شويه بالزيت ونحاول نفرغ هذاك الهواء اللي تيكون فيها. صافي، غادي ندير شويه ديال الدقيق، العجينه كتجي خفيفه. غادي نحاول نقسمها على شكل كويرات صغيورين ويكونوا متقادين باش تجينا ديك الشهده زوينه. من بعد ما كورتهم هكذايا غناخذ الكره الاولى اللي بديت بها هي الاولى، غادي نسرحها بحال هكذايا
عندي هنايا واحد شويه ديال الشكلاط، الا عندكم ديال الدهن يكون احسن. انا ما بقاش عندي، صافي غادي ندير فيها غير هكذايا ونجمعها، نسدها مزيان صافي، ونحطها في المول. فاش غادي نديرها؟ انا غادي نديرها على شكل هكذايا مربعه. خديت هذا الاطار وفرشت له ورق الطبخ، وغادي ندير فيها هاد الكرات ديال العجين صافي. صافي بحال هكذايا ونحطها. انا غادي نستمر على هذه الطريقه هذه حتى نكمل الكميه كامله ديال الكرات اللي عندي، ونرجع معكم باذن الله. من بعد ما كملت الكرات وخليتهم يخمروا صافي، غادي ندهنهم هكذايا بالبيض. انا درت بيضه كامله، زدت لها شويه ديال القطرات ديال الخل صافي، وهما باش غادي ندهن هاد الشهده هادي. صافي، وعندي شويه ديال الزنجلان. الزرار راه كيبقى اختياري على حسب الذوق ديالكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الشهده اللي وجدت معكم اليوم. كما كتشوفوا غزاله غزاله غزاله، كتحمق ومفشفشه ورطبه. عجينتها تبارك الله كتجي غزاله وناجحه 100%. كتجي خفيفه وقطنيه. هانتوما راه الصوره باينه، هانتوما خفيفه بزاف. ان شاء الله تعجبكم الوصفات نال رضاكم. كما قلت لكم انا صيبت معكم هذيك العجينه، خرجت لي جوج ديال الشهدات. درت هذه اللي مربعه، ودرت هذه المدوره هذه. هانتوما حتى هي نفس الطريقه. شوفوا تبارك الله كي كتجي خفيفه خفيفه بزاف، وطايبه ومحمره على حقها وطريقها. انا غادي نفتح معكم وحده باش تشوفوا كي تجي من الداخل. هانتوما ونقصوا عليها الفران من الفوق باش تحمر لكم مزيان وتحمر من جميع الجوانب. هانتوما كتكون محمره من الجناب ومن الفوق ومن التحت نفس الطريقه حتى الاخرى. انا غادي نفتح معكم وحده باش تشوفوا كي تجي من الداخل. هانتوما شوفوا تبارك الله شحال تجي خفيفه وقطنيه. هانتوما كنتمنى تكون الصوره واضحه. هانتوما من الداخل. انا غادي نفتح معكم هذه باش تشوفوا كي تجي. شوفوا تبارك الله الخفه ديالها وقطنيه. غير خليوها تخمر للمره الثانيه باش تجيكم بحال هكذايا. هانتوما شوفوا تبارك الله كي كتجي قطنيه وخفيفه، ما مدقسه ما حتى حاجه، ورطبه.
بسمه. ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفات نال رضاكم. ما تنسونيش من لايك الى عجبكم الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات ديالي ان شاء الله. شكرا لكم على حسن المشاهده والى فيديو قادم باذن الله.